لو انت عندك اكتئاب او حاسس بأي يأس، اطلب شفاعة القديسة العظيمة دمفنا. هي قديستنا النهاردة هنتكلم عنها، هي القديسة العفيفة دمفنا، شفيعة الأمراض النفسية والعصبية. اتولدت قديستنا الجميلة في أيرلندا في القرن السابع من أب وثني وأم مسيحية متدينة جدا، ولما كان عندها 14 سنة ندرت نفسها للمسيح وأخدت ندر العفة، وبعدها بشوية والدتها توفت. أما والدها ديمون اللي كان بيحب زوجته جدا بدأ يعاني من تدهور شديد جدا في الاستقرار النفسي، ومستشارين الملك في الوقت ده اقترحوا عليه ان هو يتجوز مرة تانية، وعلى الرغم ان هو كان لسه حزين على زوجته وافق على الجواز مرة تانية بشرط ان تكون المرأة جميلة وشبه زوجته. فراح بعت ديمون رسل لبلده والأراضي اللي حواليها عشان يلاقوا امرأة من النبلاء بتشبه زوجته جدا وتكون جميلة زيها، وانه على استعداد ان هو يتجوزها. ولكن لما دوروا ملقوش حد وملقوش امرأة جميلة بتشبه زوجته، راح مستشارين الملك لعبوا في دماغه بالشر واقترحوا عليه ان هو يتجوز بنته، وللأسف هو وافق على الكلام ده. وأول ما سمعت قديستنا الجميلة دمفنا عن مؤامرة والدها المضللة راحت هربت جري من القلعة، وكان معاها كاهن واتنين من الموظفين اللي بتثق فيهم، وأبحرت لبلجيكا وراحت استخبت هناك في بلد اسمها جيل. وهناك بنت القديسة دمفنا مستشفى للفقراء والمرضى باستخدام ثروتها. ولما عرف أبوها ديمون إن بنته في بلجيكا راح سافر عشان يقبض عليهم، وأمر بقطع راس رئيس الكهنة اللي هو كان معاها، وحاول إنه يقنع بنته عشان ترجع معاه لأيرلندا وتتجوزه. ولما رفضت دمفنا غضب جدا ديمون وراح طلع سيفه وراح ضربها في كتفها وسابها ومشي. واستشهدت قديستنا الجميلة دمفنا في عمر 15 سنة. وبعد ما مشي والدها من منطقة جيل راح جمع السكان باقي جسدها هي والكاهن وحطوهم في الكهف. استشهدت قديستنا الجميلة دمفنا دفاعا عن طهرها، فنالت دمفنا إكليل الشهادة في حوالي سنة 620. وفي سنة 1349 اتبنت كنيسة للقديسة دمفنا في جيل عشان يكرموها. وفي سنة 1480 تم توسيع الكنيسة، وكان عدد كبير جدا من الزوار بييجوا يصلوا ليها لعلاج الأمراض العقلية واللي بقت تقليد. فكان بيجولها ناس كتيرة جدا مصابين بأمراض عقلية يطلبوا شفاعتها وكانوا بيشفوا في الحال. بس للأسف في القرن ال15 تم حرق الكنيسة الأصلية للقديسة دمفنا، لكن بعدها أقيمت كنيسة رائعة جدا باسم سانت دمفنا سنة 1532 فوق جسدها الأصلي في أيرلندا. القديسة دمفنا هي راعية لكل اللي بيعانوا من الأمراض العصبية والعقلية، وكمان ضحايا زنا المحارم. بركة صلوات وشفاعة القديسة العظيمة دمفنا تكون مع جميعنا آمين. لو أول ما تسمع سيرة القديسة دمفنا شفيعة الأمراض النفسية والعصبية ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا شفاعتها. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.